السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية للجميع. قبل ما نبدا الموضوع ديالي اسمعوا اش كيقول هذا، وكنقول لك هذا وما سميتوش غيتعرفوا علاش. حادثة إنسانية تاريخية خوتي في حكاية الهجرة. 1500 مروكي في 48 ساعة. في 48 ساعة 1500 مروكي دخلوا لسبتة. عباك باللي في سبتة قال لك ما كاش البلاص وين يشدوا المهاجرين، العدد راه كبير بالبزاف. ما بين قوسين خوتي هادو الناس اللي خرجوا ما تلوموهمش، هاد الناس مغبونين. اوكي سي بون. علاش قلت لكم هذا؟ لاننا نحن مغاربة، وديك المروك كنا كندوزوها لكم، كنا كنحسبوكم ولاد اليوطي ولاد فرنسا، وما عمر الدم كيسمح في الدم ديالو. فعادي جدا انه ولد فرنسا ولد ديغول انه يعيط ليا مروكي. فنحن مغاربة رغما عن انفك، وسنظل مغاربة، وهذا الشيء غنفصلوا فيه في حلقات اخرى. لكن انا اتخذت قراري ان نكون واحد خصني نسميه بسميتو. هذا شكلا. مضمونا هذا السنجوقي كيتكلم في واحد الموضوع اللي هو اولا كيخص المغاربه، ثانيا واحد الظاهره اللي هي محدوده في الزمان والمكان، ليست مرتبطه بتاتا بما يقوله هذا الاعلام الجزائري ودبابه وكل ما يدور من حوله، لان هذه الظاهره اللي دابا كطرا في شمال المغرب وسببها حكم قضائي كيمنع الحكومه الاسبانيه والسلطه الاسبانيه من طرد اي انسان وصل الى ارض اسبانيا. وبالمناسبه فسبته ما زالت كتحسب ارض اسبانيا. هذا ما في الموضوع. اخر من يتحدث عن الكرامه وعن حقوق الانسان وعن الجوع هو الانسان الجزائري. وما تحرك فينا ايادي اجنبيه وما يحرك فينا حتى واحد. نحن يحرك فينا الجوع تا وليداتنا، برك يحرك فينا الجوع تا وليداتنا. وما دامنا قاعدين نناضلوا بطرق سلميه انا ما نحبسوش وما راح نحبسو، لانه واحد خرجوا الجوع او ما يحبسش. يا سيادة رئيس الجمهورية ولادنا راهم يجوعوا. لا يمكن اللي عنده 12 مليون هارب من بلاد البترول والغاز انه يتحدث على مسببات ديال الهجره. الناس راهم يحوسوا على العيش الكريم، راهم يحوسوا يعني يعيشوا من حقه يعيش هو اوتوكي مروكي، دونك راح لاسبان، دونك ربي يسهل لهم. شو ولا هنا نحكوا ماناش نحكوا على المهاجرين تاع 20 30 40 واحد خرج، نحكوا على 1500 اللي هو عدد كبير بالبزاف. هذه نقطه. والرجوع الى الصدر. 4000 واحد حراك جزائري خرجوا في ليله واحده. 4000 خرجوا في بوطيات، علما انه البوطي كابابل يفد 10 بالحشر 15 نقولوا 20. يا هذو راهم مش 40 ولا 400. 4000 اللي عنده 12 مليون جزائري هاربه بالشتاء في كل العالم، انه يجي يهضر على الاسباب ديال الهجره ديال المغاربه اللي ما وصلنا حتى 5 المليون في المجموعه ولا 6 المليون في العالم كله، اللي عنده ثلث ديال السكان ديالها هاربه وكيهجروا بكل الوسائل. والوسيله باش كيهجر الجزائري فهي افظع مما يجري في المغرب الان. على الاقل المغاربه اللي دخلوا هذيك 15% اللي قلتي 1500 قلتي، لان على الاقل دخلت من الباب، واللي قاعد دخل على السباحه راه ما كيفوتش ديك 30 متر ولا 40 متر ولا 50 متر اللي انت كجزائري ديك 30 متر ولا 40 متر راه كتعومها غير باش توصل للبوطي. لا علاقه ما بين الهجره ديال المغربي مع الهجره ديال الجزائر. انا مغربي هاد الايامات كيدخل برا، يعني ما كاينش لي ريسك، ما كاينش مغامره. وحتى هذوك اللي كيدخلوا عبر البحر ما كيفوتوش ديك 30 متر 40 متر اللي انت يا جزائري كتضرب ديك 30 متر ولا 40 متر غير باش توصل للبوطي. والهجرات المغربي الا كانت برا راه هي امنه ما فيها حتى مغامره. بالعكس انك انت كجزائري وحتى اللي كيمشي مع البوطي المغاربه راه ما بين الحدود ديال المغرب ما بين طنجه واسبانيا راه ما كتفوتش 15 كيلومتر، يعني ما كاين اللي ريسك فيها ولا 0.99% اللي فيها ديال لي ريسك. بالعكس انت كجزائري ما كيتاخذوش داك القرار ديال الهجره الا وانه فقد الامل في العيش في البلاد ديالو نهائيا. علاش؟ البعد ديال ما بين الحدود الجزائريه مثلا وهران اللي هي اقرب واسبانيا راه كان واحد 200 كيلومتر والا ما كانتش اكثر، يعني ان الجزائري ما كيتخذ ديك الخطوه ديال الهروب ولا ديال الحريق ولا انا ما كنسميهاش الحريق وانما ديال الهلاك، الا وانه فقد الامل يعيش في بلاده كانسان كبشر اللي كيمشي كيغامر عنده
عنده جوج ليكا، اما انه يوصل ويعيش، اما انه يغرق ويكون طعاما للحوت. لذلك شتان ما بين هجرة المغاربة اللي هي آمنة وما بين هروب الجزائري اللي ما كيهربش من بلاد ديالو البترول الغازي وما كيتخذش ديك الخطوة الا واختار اختيارين اثنين ولا ثالث لهما، اما انه يوصل ويهرب من جحيم بلادو، ام انه غادي يكون طعاما للحوت. لذلك اخر من له الحق باش يهضر في هذا الموضوع ديال الحراقه ديال المغاربه هو الجزائري اللي ثلث ديال السكان ديال بلادك هاربين من بلادهم وشتتين في انحاء العالم، واتحداك تعطيني دوله بتروليه وغازيه واحده كهرب منها الشعب ديالها كما هرب الجزائر من بلده البترول والغاز. وغادي نعطيك اخر مثال، ليبيا كتعيش يعني حرب اهليه بيناتها، ما عمرني سمعت ولا ليبي انه حرق في البوطي او هرب من بلاده. هضرتي على الاطفال وهضرتي على السكان، وانا غادي نوريك دابا البوطيات فيه نساء ورجال وعجائز ونساء حوامل. وتهضر انت على 1500 مغربي اللي دخلت برا، انت عندك 4000 وصلات، حنا مازال ما عرفنا شحال من هالك عندك. هذه 4000 وصلات الى الجزائر الى اسبانيا، عندك 4000 في اسبوع واحد وصلت لاسبانيا، الى درجه ان الصحافه والمسؤولين الاسبانيين يقولون ماذا يجري في الجزائر. واش هاد الناس كيجي عندهم شي حرب اهليه ولاش عندهم؟ ها هما راه كندوز لك الفيديوهات، نساء ورجال وعجائز واطفال ونساء حوامل. وتجي انت يا خليتي البلاد ديالك وخليتي المشاكل ديالك وجي تهضر ليا وتعلق لي على مشكل وتلبسو لباس اللي ماشي ديالو نهائيا، اللي كما قلت القضيه ديال دخول المغاربه عبر البر الى سبته فهو مرتبط بحكم قضائي يمنع منعا كليا من الحكومة الإسبانية ومن الشرطة الإسبانية أن ترجع كل من وصل إلى أرض إسبانيا بما فيهم المستولين. عادي جدا في ذاك المغربي اللي خدا واحد الفرصة أنه يقدر تصوب لي الوراق ديالو، لأن الفرق ما بين إسبانيا والمغرب عادي جدا. راه الخدمة كاينة هنا الفرق الوحيد اللي كاين ما بين إسبانيا ولا أوروبا والمغرب هو الثمن. المغربي الان قرب يوصل السميك ديالو 3500 درهم، الاسباني السميك ديالو على الاقل كيبدا ب $1000، هو تقريبا مليون مغربي، هذه هي القليله. فهذا الفرق الوحيد ما تمر هنا تمر له. غير على الاقل فاش كيخدم الانسان في اوروبا على الاقل عنده 3 شهور ديال السميك ديال المغربي. هذا كنهضر لك $350 اللي ما عنده حتى حرفه، على الفلاحه بحال اللي ما عنده حتى حرفه. اما الحريفيه دابا يقدر يربح اكثر من الاسبان. انا كنجيب عندي غير تريسار ولا البلومبيرا كيضرب عندي غير نص ساعه ولا ساعه كيطلب لك 150 درهم 200. هذه هي القليله. الحريفيه فين هما؟ لذلك اقول باخر واحد يهضر لي في هذه الظاهره وعلى الحرقه هو انت يا جزائري واعلامك ودولتك، لان اللي عنده اكثر من 12 مليون مهجره وكونوا جميع انواع ديال الحريق خصو يهزم. سير ناقشوا المشاكل الداخليه ديالكم، شوفوا الخصاص ديالكم، شوفوا الاسباب اللي جعلت ان 12 مليون جزائري هاربه من بلادها البتروليه والغازيه. شوفوا علاش الشباب الجزائري كيقول اللهم يكون اكل ديال الحوت ولا يبقى في بلاد. لان الجزائري فاش كيهرب ماشي هارب باش يمشي للجنه، لا، لان هارب من جهه اللي كيعيشوا فيها النظام الديكتاتوري العسكري الجزائر. فتلحقوا في بلادكم احسن. فلا اطلب منكم ايها المغاربه الا انكم تدعموني بالبارطاج ديال الفيديو وباللايك. تحية لكم المغاربة ديالي وتبارك الله عليكم. الى فرصة قادمة، تحياتي لكم.